5 أخطاء هيأخروا طفلك في المشي وانت مش حاسة، وبالذات الخطأ رقم 5 اللي تقريبا كلنا بنقع فيه. يلا بينا. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو ده للآخر. والخطأ الأول هو استخدام المشاية للطفل. على عكس ما أمهات كتير منكم فاكرة إن المشاية بتسرع المشي والكلام ده، المشاية بتأخر المشي يا جماعة. المشاية خطر على الطفل. المشاية اتمنعت في دول كتير جدا أجنبية عشان خاطر المشاكل الكتير اللي بتسببها، الحوادث الكارثية اللي بتحصل منها. ماما العزيزة، طفلك أول ما بيبدأ يتحط في المشاية، يوم في التاني بتلاقيه بدأ يجري جري كده بالمشاية. وللأسف لو في أي حاجة في الأرض والطفل اتكعبل فيها، فأنا عايز أقولك إن أقل إصابة كده هتكون ارتجاج في المخ. وبعض الأطفال للأسف ممكن يتكحرت على سلم أو يقع وقعة جامدة على دماغه فيحصل له نزيف في المخ. طيب ده بالنسبة لموضوع الحوادث الكارثية بتاعة المشاية. أما بالنسبة لموضوع تعلم المشي بالمشاية، أولا المشاية بتأثر على تناسق نمو عضلات الساقين بتوع الطفل، فنلاقي كده في أجزاء في العضلات أقوى وفي أجزاء تانية ضعيفة، وده بيخلي الطفل مش متوازن وهو بيتعلم المشي، وبيتعلم المشي كده من الآخر بطريقة غلط. دي مشكلة كبيرة من المشاكل. المشكلة التانية لو الطفل ده كان وزنه تقيل واتحط في المشاية من بدري، فاللي هيحصل ان مع الوقت ممكن يحصل له تقوس في الساقين، وممكن كمان يحصل له تسطح في عظام القدم. فعلينا بإيه بكل ده؟ سيبوا العيال تمشي لوحدها. الطفل هيمشي في ميعاده إلا لو في مشكلة، وساعتها لو في مشكلة عمره ما هيمشي لا بمشاية ولا بغيره، مش هيمشي غير لما يتعالج. الخطأ التاني هو استخدام الحذاء أو الجزمة مع الطفل من سن مبكر. طبعا يا مامي، أول حاجة بتعمليها بعد ما بتشتري الطقم الجميل لطفلك إنك بتظبطي له الشوزاية. وهنا هقولك بلاش تلبسي طفلك شوز لو طفلك لسه ما تعلمش المشي، وده لسبب مهم جدا. السبب ده ان المشي عملية مركبة، الطفل بيشارك فيها كده بحواسه، منها حاسة البصر اللي بيبص بيها على الطريق بتاعه وهو ماشي، ومنها كمان حاسة اللمس. الطفل محتاج يلمس الأرض برجله، محتاج يلمس الأرض ويحس الحاجة اللي بيدوس عليها دي إيه، سجادة ولا بلاط ولا إيه. فالتواصل البصري الحسي ده مهم جدا عشان الطفل يتعلم المشي كويس. لما بنلبس الطفل الشوزة ايه اللي بيحصل؟ بنمنع الإحساس بتاع رجله ده بالأرض. فبكل بساطة بلاش تلبسي طفلك شوز مادام ما تعلمش المشي. الخطأ الثالث عدم الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل. طبعا لا يخفى على أي أم أهمية فيتامين دي، وإن الطفل محتاج فيتامين د ده من أول يوم بعد الولادة عشان يوصل للتطور الحركي بتاعه في مواعيده. فطفلك مثلا محتاج ياخد 400 وحدة دولية مرة يوميا من فيتامين د في السنة الأولى من حياته، أما السنة التانية والتالتة فبياخد 600 وحدة دولية. ولو لسه ما تعرفيش ايه نوع فيتامين د المناسب لطفلك، سيبيلي كومنت بعمره. وطبعا زي ما فيتامين د مهم جدا نديه للطفل، ففي عادات خاطئة ما ينفعش نعملها مع الطفل اللي لسه بياكل جديد. وطبعا اشهر عادة بتعملها امهات كتير هي انها بتأكل طفلها اللي لسه بيتعلم الاكل جديد بسكوت، كيكة، سيريلاك، حاجات اصلا مش صحية. وطبعا النتيجة الحتمية لده ان الطفل هيرفض اي حاجة من البيت، هيرفض الحاجات المهمة اللي فيها كالسيوم هيساعده على المشي، وهيبدأ ياكل الحاجات اللي من بره اللي بلا قيمة دي. فخلاصة الفقرة دي، ادي طفلك فيتامين د واهتمي بالغذاء الصحي في البيت. الخطأ الرابع هو الخوف على الطفل ومنع المحاولة. ماما العزيزة، طفلك بيحاول يتعلم المشي مع نفسه، بيحاول يتعلم يقف، ايه اللي يخليكي تجري عليه اول ما يقع وتشيليه؟ طبيعي الطفل كده جات له رسالة انك خلاص ما تحاولش، ما تعملش كده، ما تحاولش في ده. يا مامي من فضلك سيبي طفلك يتعلم يحاول لوحده، سيبي طفلك يجرب. طفلك مرة في التانية في التالتة هيقع، بعد كده هتلاقيه بدأ يقف لوحده، بعد كده هيمشي خطوتين متسند، بعد كده هيبدأ يمشي لوحده. ما هو ده التراك الطبيعي للموضوع. انت لما تمنعيه حاول مش هيحاول.
اما عن الخطأ الخامس، وده اللي اكتشفت ان في امهات كتير جدا بتقع فيه، وهو ان الامهات بيشيلوا اطفالهم من بدري بدري وبيمنعوهم ان هم ينزلوا على الارض. طيب انا عايزك تتخيلي معايا كده، طفل من اول ما اتولد بيتشال، عمره ما جسمه لمس الارض، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي الطفل ده كده في حاجز اتربى بينه وبين الارض، طبيعي جدا لما تحاولي بيه مش هيحاول اصلا. وعشان تتغلبوا على المشكلة دي من بدري بدري، خلي طفلك ينام على بطنه على الارض، خلي طفلك يقعد وتحطي له العابه كده حواليه على الارض ويلعب، خلي طفلك يحبي، خلي طفلك كده على الارض من بدري بدري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا. اكتبوا لنا في التعليقات اعمار اطفالكم قد ايه، ويا ترى اتعلموا المشي ولا لسه. سلام.